السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. دي أخبار الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب بالقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم. انتظم الزمالك في معسكر مغلق أمس لمواجهة أرتا سولار اليوم السبت. تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام أرتا سولار: محمد صبحي أو عواد في حراسة المرمى، خط الدفاع حمزة المسلوسي، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، وفي خط الوسط نبيل عماد دونجا، عمر جابر، شيكابالا، مصطفى شلبي، وفي خط الهجوم سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، أحمد سيد زيزو. خسر الفريق الأول لكرة السلة في الزمالك من نظيره الحكمة اللبناني بنتيجة 68-61 في نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية للسلة. يواجه الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتي في 7 مساء اليوم السبت في إياب دور ال 32 من الكونفدرالية الإفريقية. حسين لبيب لأعضاء النادي ردا على هتافات جماهير الأهلي: وماله زي الفل، إحنا هنوريهم إن نادي الزمالك نادي الرجولة. حسام حسن بسؤاله: هل توافق على تدريب الزمالك؟ ربنا يوفق اللي موجود، واي مدرب مصري او اجنبي يتمنى انه يدرب الزمالك او الاهلي، ما بالك اني انا ليا رصيد مع الاتنين. واضاف: جمهور الزمالك ليه معزه عندي كبيره جدا، ويكفي ان الجهاز الفني اللي كان معايا كنا بنموت نفسنا علشان نفرحهم باقل الامكانيات، واللاعبين في ظل ظروف صعبه جدا كنا نعمل فيها. وأكد علاقتي كبيرة بجماهير الزمالك، وأي حد يتمنى في مصر إنه يكون موجود في الزمالك أو الأهلي بعد منتخب مصر الكبير سواء كلاعب أو مدرب. حسام حسن بسؤاله: هل في خلاف بينك وبين جماهير الزمالك بعد ما مسكت شيرت الأهلي قبل كده؟ لا مستحيل، ده موضوع ملوش لازمة خالص إن حد يتكلم فيه. وأشار: النادي الأهلي بالنسبة لي أنا قعدت فيه 22 سنة فيه، لكن لما رحنا الزمالك ولعبنا فيه وحققنا بطولات، جماهير الزمالك عملت أغنية مخصوص لينا. وأضاف: علاقتي كبيرة بجماهير الزمالك، وأي حد يتمنى في مصر إنه يكون موجود في الزمالك أو الأهلي بعد منتخب مصر سواء كلاعب أو مدرب. حسام حسن: أنا وإبراهيم لينا تاريخ ورصيد كبير مع الزمالك وجماهير الزمالك. بالنسبة ليا لما لعبنا مع الفريق وحققنا العديد من البطولات، أو من خلال تولي الإدارة الفنية للفريق والنتائج الطيبة التي حدثت، وكان لي الشرف إني أرجع قوة الزمالك تاني في ظل الظروف الصعبة اللي كان فيها النادي، وهذا الأمر لا أنساه بالتأكيد. واختتم: نادي الزمالك بالنسبة لي بعيدا عن أي شيء حاجة كبيرة جدا، والجماهير تعلم ذلك تماما، وأتمنى ليهم التوفيق والنجاح، ويكفي أنا وإبراهيم من أكتر الناس حصولا على بطولات مع النادي. حسام حسن عن أزمة محمود علاء: ما اعرفش الظروف اللي حصلت، لكن واضح انه سوء تقدير او تفاهم او خطأ في الترجمة، لكن مع ظروف النادي والفريق لازم يكون فيه احتواء وتقدير لظروف المباراة. واشار: محمود علاء لاعب كبير، وكان ممكن مدحت عبد الهادي يحتوي الامور، خاصة مع وجود مدير فني مسؤول عن الفريق، ومدحت لاعب دولي كبير وفاهم كل الامور اللي ممكن تحصل. واضاف: محمود علاء عنده روح عالية للفريق، وهو لاعب مهم جدا، ووجوده في المباراة امر مهم جدا. حسام حسن: ليس من الطبيعي إعلان العقوبات عن اللاعبين قبل المباريات الهامة. الطبيعي لو حصل خطأ يتم عقاب اللاعب، لكن لو في أمر ممكن نتجاوز عنه، الخبرة بتقول نعديها قبل المباريات الهامة، خاصة وإن جمهور الزمالك مش مستحمل. واختتم: أعتقد اللي حصل نقص خبرات من الجميع، سواء عبد الواحد السيد لسه جديد في المنصب، ومدحت عبد الهادي كان لازم يستفيد من خبراته. حسام حسن: حرام انه يجي وقت على نادي الزمالك ونقلق قبل مواجهة فريق زي كده. واضاف: فريق ارتا سولار محترم وبيجتهد، لكن صعب يجي الوقت اللي نقلق فيه على الزمالك منه. وتابع: الطبيعي لو الزمالك بيلعب بالناشئين يستطيع انه يكسب بارقام كتيرة رغم كل المشاكل الموجودة، لكن الزمالك يمتلك مجموعة اللاعبين التي تستطيع ان تصنع الفارق سواء الناشئين او النجوم الكبار. واختتم: شايف ان الزمالك هيعدي المباراة مع كل الاحترام للفريق الجيبوتي، واعتقد ما يحدث حاليا قبل المباراة. محمد صلاح: التشكيل الصحيح أهم ما يحتاجه الزمالك في مواجهة أرتا سولار. وأضاف: أسوريو عنيد جدا، وتقول له شمال يقول لك يمين. واختتم: لازم أسوريو يلعب السهل دائما، ويلعب دائما باللي يكسبه. محمد حلمي لاعب ومدرب الزمالك السابق: الزمالك خسر أمام أرتا سولار بسبب عدم احترامه المنافس، والهدف الأول مفتاح المكسب، وكلما تأخر تتصاعب الأمور. وتابع: الزمالك قادر على تخطي أرتا سولار، ولكن يجب احترام المنافس والتفكير في الهدف الأول فقط. كرة القدم ليس لها مقاييس، وفيها انتظام والالتزام في الملعب، ويجب أن تستخدم الفروق الفردية لصالح الفريق وليس لمصلحة خاصة للاعبين. وشدد: ليس مهم طريقة اللعب، ولكن نحن متأخرين بهدفين ويجب تعويضهما وإحراز هدف ثالث. محمد حلمي: أسوريو حير الجميع للاعبين
والنقاد والمدربين، وأعتقد أنه آخر مباريات لم يكن له هناك أسلوب أو شكل. ليس مهم الطريقة أو الأسلوب، ولكن الكرة ليس فيها عند، لأن العند بيؤدي لأمور ليست جيدة. المهم أن تكون الطريقة مناسبة للاعبين. وأضاف عودة زيزو وفتوح والجزيري أمام أرتا سولار مهمة وسيصنع الفارق، لكن الأهم إصرار اللعيبة على الفوز، والمهم ليس اللعب الجمالي ولكن المكسب أهم. واستطرد لم يعجبني تصريحات أسوريو عن إراحة اللاعبين لمباراة أرتا سولار. نحن الزمالك نلعب على كل البطولات، إن شاء الله الزمالك سيفوز ويتخطى هذه المرحلة ويتأهل. شاهدنا الأهلي وبيراميدز الذي كان متعادلان وفازا بسكور اليوم. وزاد حلمي رسالتي للاعبين: أنتم الزمالك ولاعيبة ولا يوجد أكثر من ذلك. اسم الزمالك كبير وأنتم تحملون اسمه وقميصه، والمباراة لا تقبل القسمة على 2 وأنتم قادرين على الفوز، ولكن بتحقيق ما قلته هو احترام المنافس والتفكير في إحراز هدف أول. واختتم مسؤولية الجهاز المعاون المصري أن يتحدث مع اللاعبين الذين سيشاركوا لأول مرة أمام جماهير، وكذلك لابد لقادة الفريق نقل الخبرات لهؤلاء اللاعبين والحديث معهم عن إخراج أفضل ما لديهم للاعبين. اللاعبين مركزين، وما دام ليس هناك كلام كثير فإذا هناك حالة من التركيز. أحمد علي مقدم برنامج زملكاوي الأستاذ أحمد فؤاد الوطن أعلن في تصريحات خاصة عدد من الأمور الهامة، وأضاف: سيتم رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك الأسبوع القادم. وتابع: سيتم عمل أمر أداء إجراء قانوني على كهرباء استنادا على حكم الصادر لصالح الزمالك بالغرامة، وسيتم الحجز على أرصدة كهرباء في البنوك ومستحقات ولد الأهلي لحين سداد الغرامة بالفوائد، وهو 2.5 مليون دولار. سيتم توجيه إنذار شديد اللهجة للمحلات الموجودة في سور النادي بسداد المستحقات المتأخرة عليهم، وأردفه هناك $1,000,000 في اتحاد الكرة سيتم تحصيلها. وتوجيه الشكر اللاعبي الطائرة لموافقتهم على تخفيض عقودهم. تم صرف مستحقات المحترفين بفريق القدم يوم الأربعاء الماضي، وكذلك العاملين والموظفين بالنادي، وسيتم تسليم خزينة النادي فيها ملايين للمجلس القادم. بس كده، هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، متشكر لكم جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات. سلام.